هنتكلم النهارده عن عشبة المكة وعلاقتها بينا كرياضيين، وهل تصلح للسيدات وللرجال، وازاي نقدر نستفيد منها في نظامنا الغذائي. لو بتحس بإرهاق بعد التمرين، المكمل ده بس مش هيقلل من الإرهاق، هو كمان هيزود من قوة تحملك، فبالتالي أوزانك هتزيد، وهيحسن كمان بشكل كبير من معدلات الهرمونات في جسمك، وبالتالي ده هيفرق معاك في المكتسبات العضلية. ده غير إن هو مضاد أكسدة، وبيساعد على تخفيف الالتهابات، وبيساعد على الحفاظ على صحة البشرة والشعر، وكل الفوائد دي بدون آثار جانبية طول ما أنت ما بتتجاوزش الجرعات الموصى بيها. المكة هي عشبة بتحتوي على نسبة عالية من البروتينات والكربوهيدرات مع وجود أحماض دهنية مفيدة، وبتحتوي كمان على معادن زي الحديد والكالسيوم. المكة كمان بتحتوي على مركبات ثانوية مهمة لها تأثيرات صحية إيجابية كتير، محتاجة كتاب علشان نتكلم عنها. ونيجي لأهم سؤال، هي كده تقريبا متشابهة بشكل كبير مع الجينسينج في الخصائص والصفات المميزة ليها. يا ترى إيه الفرق ما بينهم؟ إيه السوبر باور اللي موجودة هنا وموجودة هنا؟ نقدر نقول إن الجينسينج الميكانيزم بتاعه إن هو بيقلل الالتهابات، أما المكة بتشتغل على التوازن الهرموني. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله نتكلم عن أعشاب تانية مفيدة ليك كرياضي. تابعوني.